بعد نهاية البطولة العربية وخروج فضيحة لمنتخب مصر، أنا توقعت إن المسؤولين عن المنتخب التاني اللي كان مشارك في البطولة العربية هيظهروا في الإعلام ويقولوا الحقائق اللي خلت منتخب مصر يخرج من دور المجموعات في البطولة العربية، وخصوصا إن كلهم إعلاميين أكتر ما هم رياضيين. عصام الحضري اعلامي اكتر ما هو رياضي، حلمي طولان اعلامي اكتر ما هو رياضي، احمد حسن اعلامي اكتر ما هو رياضي، والامثله كتير، بس احنا بالتحديد دول الابرز اللي كانوا ظاهرين في الصوره في منتخب مصر ب اللي كان مشارك في البطوله العربيه اللي خرج من دور المجموعات. المفروض الضمير المهني بتاعهم يظهروا في الاعلام يقولوا سبب فشلنا كان 1 2 3، انما اللي حصل العكس. علشان كده منتخب مصر عمل مباراة ودية قبل ما يشارك في افريقيا اللي هتكون في الكاميرون، وبسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد، المدرجات بتاعت استاد القاهرة المنتخب مصر الاول اللي عنده بطولة مهمة كمان كام يوم المدرجات فاضية. فين دعم الجمهور؟ ايه سبب عدم حضور الجمهور لمباراة منتخب مصر مع نيجيريا، المباراة الودية المباراة التحضيرية لمنتخب مصر قبل ما يشارك في افريقيا اللي هتكون خلال ايام؟ هو اتحاد الكورة ووزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية وكل المسؤولين عن الرياضة في مصر او كرة القدم في مصر بالتحديد اللي بقت تحت الارض، مش في الارض ولا مستواها صفر، لا بقت تحت الصفر. بسبب ايه؟ بسبب الفشل الاداري. وانا لحد دلوقتي مش عارف ليه الدولة المسؤولين عن الدولة سايبين الناس دول في اماكنهم. هل عزل وزير الشباب والرياضة من منصبه بسبب الكوارث اللي وصل بيها الكرة المصرية والرياضة المصرية للحل اللي احنا شايفينه ده مش من حق الدولة؟ هل عزل هنا أبو ريدة وابعاده عن المشهد الرياضي مش من حق الدولة؟ هل عزل رئيس رابطة الأندية اللي وصل المسابقات المحلية بالشكل اللي احنا شايفينه ده مش من حق الدولة؟ هل المسؤولين عن تغيير المناصب دول مش عايزين مصلحة الدولة؟ احنا وصلنا لمرحلة ان المسؤولين عن المشهد الرياضي في مصر حسسوا الجمهور ان هم اعضاء مجلس نواب معاهم حصانة محدش يقدر يحاسبهم. ليه؟ انا مش عارف. مين السبب اللي خلاهم يوصلوا للمرحلة دي؟ انا مش عارف. هل هيستمر الفساد الرياضي في مصر بالمشهد اللي احنا شايفينه ده لحد امتى؟